السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالي وصفات حياة شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة جديدة وصحية وايضا بنينة. كما كيبان لكم في الصورة، جبن منزلي. هذا ماشي بالحليب وانما فقط باللوز. وبالنسبة للوصفة جد بسيطة. باش تعرفوا الطريقة تابعوا معايا المراحل لاخر الفيديو باش تنجح معكم الوصفة. وندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. اول حاجه غادي نحتاج واحد الاناء او غرفيه كيما هذه. عندي ايضا واحد الكاس نتاع اللوز، يعني كتعبروا بالكاس اللي بغيتو. بالنسبه لهذا اللوز كنغسلوه ومن بعد غادي نضيف عليه واحد الكميه نتاع الماء، وغادي نخلي فيه يترقد واحد الليله كامله. يعني كتغطيوه وكتخليوه يتقرقد مزيان باش ديك القشره ديالو كتحيد لينا بسهوله. هذا هو اللوز ديالنا من بعد ما رقدته واحد الليله كامله. وبالنسبه لهذا اللوز يعني رطب لي مزيان. ومن بعد غادي تشدو بحال هكا، ويعني كتحيدوا له ديك القشره ديالو هكا. كنحيدوا له هاد القشره وكنخليو غير هاد البيضه. غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي ونرجع لكم باش نكملوا التتمه نتاع المراحل. كما كتشوفوا هذا هو اللوز اللي قشرنا معكم. يعني كل لوزه كتقشروها، يعني كتخليو غير هاد الابيض هكا كيعطيكم اللون. يعني كاين الناس اللي يبغيو يخليوه بالقشور ديالو، ولكن من الافضل يعني كتحيدوا له القشور. هنايا غادي نفرغ هاد اللوز، غادي نخليه في هاد الكاس فقط باش غادي نشدو نفس العبار. كما كتشوفوا هنايا عندي كاس نتاع اللوز. كتعبروا بالكاس اللي بغيتو نتوما، اللي كياخذ هكا 150 او 200 غرام تقريبا. هنايا عندي تقريبا 200 غرام بهذا الشكل. غادي نجيب واحد الخلاط كهربائي كما هذا وغادي نفرغو فيه، وغادي نضيف عليه 2 كيسان تاع الماء. يعني المقدار نتاع بهذا الكاس اللي عبرت به اللوز كتعبروا به الماء. هذا الكاس الاول. بالنسبه للماء هنايا اما كتغليوه وكتخليوه يدفى، او كتاخذوا كتشريوه من السوق، بحال مثلا الماء سيدي علي. المهم الماء اللي كيكون خالي من الكالكير. وغادي نضيف الكاس الثاني. بالنسبه للطحانه هنايا ضروري كتاخذوا واحد الطحانه اللي كيكون الموس ديالها كيكون يعني صحيح قاطع، يعني ما يتباش الطحانه ديالكم ما تهرسش. وهنايا غادي ندوز باش نطحنوا. وهنايا اللوز ديالنا من بعد ما تطحن مزيان، يعني ما بقاوش حبات، كلشي كيتطحن مزيان. علاش كنقول لكم يعني خاصكم واحد الطحانه اللي كتطحن مزيان وكيكون عندها داك الراس اللي كيكون قاطع كيطحن مزيان وما يتهرسش. كنفرغ هذا الخليط في واحد الكاسرول، ومن بعد غادي نردو على النار. كما كتشوفوا هذا الخليط يعني تاع اللوز والماء غادي نديرو على نار اللي كتكون مهيله. يعني ما كنقصوا على النار اللي كتكون مهيله بحال هذا الشكل. غادي نخليوه حتى يغلى. اون فوا كنشوفوا يعني كيدير الفقاعات مع الجناب كنطفيوه على النار. هنا كنقرب لكم الصوره مزيان باش تشوفوا ديك الفقاعات اللي كيديرها هذا الخليط ديالنا مع الجناب. كنخلطو، يعني ما كنغفلوش عليه. كنخلطو مزيان، يعني واحد 10 ثواني. فاش كيدير دوك الفقاعات غادي نطفيو على النار وغادي نخليوه جانبا.
هنايا بالنسبه للخليط غادي نخليه يدفى واحد شويه، تقريبا واحد دقيقه او دقيقه ونصف. غادي نضيف ليه واحد معلقه صغيره نتاع الملح، يعني كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه. وكنضيف ايضا واحد العصير نتاع حامضه. كنخلط الخليط واحد 4 ثواني، ومن بعد غادي نخليه يروب تقريبا واحد نصف ساعه. نغطيه وكنخليه جانبا، ومن بعد عاد نكمل معكم تتمه المراحل. كما كيبان لكم هنايا الجبن ديالنا راب وشاد راسو، ولكن باقي فيه داك الماء. هنايا باش نصفيو غادي نجيبو واحد الاناء، وغادي نجيبو واحد الصفايه وكنديرو في الوسط ديالها واحد التوب اللي كيكون العوينات ديالو كيكونوا رقاق بزاف، او توب حياتي او اي توب اللي تقدروا تصفيو فيه الجبن ديالكم. غادي نجمع هاد التوب وغادي نشدو بواحد لاستيك، وغادي نخليه تقريبا واحد الساعه باش يتقطر داك الماء ديال الجبن. هنايا الجبن ديالنا من بعد ما تصفى من داك الماء، بالنسبه لداك الماء يعني نصيحه انكم تقدروا تحتفظوا به، يعني كتستعملوه في الاكل ديالكم، او بالنسبه للخميره البلديه ايضا اللي كيبغي يربي بها الخميره البلديه. كنحتفظوا به واحد المده نتاع اسبوع او 10 ايام. بالنسبه للجبن ديالنا كما كيبان لكم هنايا شد راسو. هنايا غادي نوضعوه في واحد الشبيكه كما هذه، او اي شبيكه اللي كتفضلوا نتوما، يعني كتعطي واحد الشكل زوين لهاد الجبن ديالكم. كنخليه في واحد الشبيكه، وكنخليه في الثلاجه تقريبا واحد ليله كامله، وكنخليه حتى الغد ليه، ويعني كتقدموه الفطور الصباح او كدهنوا به الخبز ديالكم. بالنسبه ايضا للوليدات الصغار يعني كيبغيوه بزاف، بالنسبه اللي كيبغيو يديروه كوتي للمدرسه. وايضا بالنسبه للكبار يعني الوصفه جد سهله، وايضا كتجي بنينه. وبالنسبه لهذا الجبن كيكون طبيعي وايضا صحي بزاف، يعني كيكون احسن من المحلات، ما فيه لا اضافات لا مواد كيماويه، يعني جبن خالي من جميع الاضرار اللي تقدر تصيبنا في الجسم ديالنا. وجبن اللوز كيكون مليء بالفيتامينات، وكيكون احسن جبن اللي تقدروا تحضروا في المنزل ديالكم في ديوركم. وبالنسبه لهذا الجبن كتدهنوا به الخبز ديالكم كما قلت لكم، الطوست ديالكم، او كتستعملوا ايضا في شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه ان شاء الله. وكنقول لكم مبروك العواشر. والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني بلايك، وايضا مشاركه الوصفه مع الاهل والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. نقول لكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات حياه شانيل.